معاكم دكتور محمد محروس. النهارده هتكلم معاك في الازمات، وازاي الازمات دي الموجوده حوالينا نقدر نستغلها بشكل كويس جدا عشان اخلق اشخاص فاعلين. لازم كل افراد الاسره يشتركوا في حل الازمات. الازمات موجوده دايما واشكالها كتير جدا، حتى في حالات الازمات قويه جدا. آه لازم الاسره كلها تشترك في مواجهتها. لازم تعلم اهلك انهم يكونوا ايجابيين. المشكله اللي بتواجهك لازم اسرتك كلها تشترك فيها، عشان حاجتين: اوائل النتائج هتاثر على كل فرد في الاسره، فمش منطقي ان شخص واحد يشيل غم لوحده. والتاني ان لازم اعلم الزوجه والاولاد ازاي يشتركوا في حل المشاكل، عشان ده ينفعهم في حال عدم وجودي. فكرة رب الأسرة السوبرمان ده مش حقيقية ومش موجودة، فلازم حضرتك دايما تخليهم يشتركوا وتقسم عليهم مهام الأسرة من سن 7 سنين، وكل ما يكبروا تزود المهام عشان يبقوا أشخاص فاعلين لنفسهم الأول. لازم كمان كل فرد في البيت يبقى عارف إن عليه دور لزيادة الدخل أو لتخفيض النفقات، وما نسيبش كل المسؤولية على رب الأسرة. لو ما نعرفش نساهم انها تزيد الدخل، ممكن قوي نقلل المصروفات. بلاش نستهلك كهرباء كتير، بلاش نستخدم غاز كتير من غير داعي، بلاش نستهلك صابون وميه كتير، بلاش ناخد دروس عشان مجرد احنا بناخد دروس، ولا نلف بنزين بدون داعي، ولا جري من غير فايده. نقتصد قد ما نقدر، يمكن ده يساعد رب الاسره ويساعد بلدنا تعدي الازمه. صدقوني ان ال 10000 جنيه هم عباره عن 100 ورقه ب 100 بس، حضرتك بتصرفها في ثواني، ممكن تاخد بيها ساعه درس. الست اللي بتساعد جوزها ماديا ده مش فرض عليكي، بس طالما هو بيعمل اللي عليه مفيش داعي تنبطيه بكلام زي السم يقتل مساعدتك. عندك حل من اتنين: اما انك تعيشي بالفلوس اللي هو بيجيبها وتحمدي ربنا وما تسميش عيشته بأي مساهمة، ولا لازم تضايقيه بكلام زي السم. لازم نعرف ان اللي جاي كل الأسرة لازم تساهم فيه. صعب جدا حد يقدر يشيل أسرة بطوله. البنت اللي بتتفرج على أمها ومش بتساعد، أنا بقول لك حياتك هتبقى صعبة جدا لو ما اتعلمتيش كل حاجة من الست دي. اوعي تفتكري ان ده دلع، انت مش ممكن تتعلمي بعدين. السن كل ما يكبر لو شهر قدرتك على التعلم بتقل، والخطأ مش بيبقى مقبول لا نفسيا ولا اجتماعيا. هيتخيل جايه بنت عندها 20 25 سنه ما بتعرفش تعمل كوبايه شاي او ما بتعرفش تغسل كوبايه. اتعلمي ازاي تبقي ست بيت، اتعلمي ازاي تجاملي وازاي تقفي كبنت اصول في الوحش قبل الكويس. كمان الشاب اللي فاكر ان الرجوله صوت عالي وتاخير بره البيت وخروج بس، عاوز اقول لك يا ابني انك مش فاهم حاجه. اتعلم من ابوك الاصول والواجب والحكمه، اتعلم منه ازاي بقى كبير، ازاي تعرف تعزي، ازاي تعرف تشارك في الحزن قبل الفرح. اللي مش عاجبك دلوقتي مش هتلاقي حد يعلمه لك بعدين. انا عايز كل واحد فينا يفكر في حل المشكلات بعيد عن الاساليب الثابته. فكر بره الصندوق، وبلاش نحمل رب الاسره كل المشاكل، لان مع احترامي لكافه افراد الاسره لازم يكون لكل واحد فينا دور عشان الحياه تستمر. والكده ما ينفعش نحط راسنا في التراب ونسيب الدنيا ونتفرج عليهم. خليك ايجابي وشارك في حل مشكلات بيتك. اهلك دول مش اشخاص من قاره اطلانتا، لا يا حبيبي، دول اشخاص بيموتوا عشان تكون سعيد. كل اللي بطلبه منك المشاركه الفاعله، مش بالنقد ولا بالتنمر عليهم، لا، بالرحمه والمشاركه الفاعله.